السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. كنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال بصحة جيدة. في هذا الفيديو إن شاء الله غندويو على واحد الموضوع مهم جدا. إذا لا شك هو أنكم شفتوا على مواقع التواصل الاجتماعي بزاف ديال الناس كيتشكاو على أنه تحرر لهم مخالفات بخصوص دافيزيت ديال العينين أو لا الفحص الطبي ديال العينين. بطبيعة الحال كندوي هنا على السائقين. إذا بزاف ديال الناس تقيدوا لهم البروسيات اللي يوصلوا 400 درهم، وكاين بزاف ديال الهضره على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الفحص الطبي. شكون هما الناس اللي معنيين، شكون هما الناس اللي ما معنيين، واش كاين فعلا شي قانون كيأثر هذا الامر هذا، واش ضروري نبقى نهز معايا ديك الورقه ديال فيزيت العينين. بزاف ديال الناس كيعطيو معلومات لسوء الحظ فيها واحد التناقض، فيها واحد المبالغه بعض المرات. دونك رتأيت انني ندير هذا الفيديو هذا ان شاء الله من بعد بحث على اولا عند الناس المتخصصين باش نجيب معلومات اللي هي مضبوطه بخصوص هذا الموضوع. دونك غنشوفوا ان شاء الله كاع التفاصيل ديال هذا الفحص الطبي ديال العينين، شكون هما الناس اللي معنيين به، فين غيديروه، كيفاش غيديروه، شحال هي المده الصلاحيه ديالو، اشنا هو الحل الا ما كانش هازينو معاهم في حالات مثلا وقفوهم الضباط ديال الشرطه اولا ديال الدرك. دونك بزاف ديال الامور ان شاء الله غنشوفوهم فيما يخص هذا الموضوع. تبعوا معنا، مرحبا بكم على الفيديو. كما العاده الا كانت اخواني الكرام هذه اول مره غتشوفوا القناه، ما تبخلوش علينا بشي اشتراك ولايك للفيديو او تعليق. ومن طبيعه الحال بالنسبه للناس اللي ديجا مشتركين معنا وكيستافدوا معنا، الا كنتو كتشوفوا بان المحتوى اللي كنقدمه لكم في هذه القناه مفيد، كنتمنى انه تعاونونا في البارطاج ديالو، على الاقل باللايك والتعليق ديال الفيديو باش يطلع للناس اخرين. دونك على بركه الله نبداو الموضوع ديالنا. باش نفهموا هذا الامر هذا ضروري الاخوان تعرفوا بعض المرات على بعض المعلومات، ولا نتعرفوا على بعض المعلومات اللي هي محيطه بهذا الموضوع اللي غتعاوننا نفهموا. اولا بالنسبه للسائقين بصفه عامه، الناس اللي كنشوفهم في الطريق يسوقوا، فنقدروا نصنفوهم الى مجموعات حسب من طبيعه الحال العلاقه ديالهم بهذا الموضوع. دونك كاين السائقين المهنيين اللي هما السائقين اللي عندهم بطاقه مهنيه، الناس اللي كيسوقوا الشوافر ديال الكاميونات، الشوافر ديال النقل البضائع، الشوافر ديال الطاكسيات، الشوافر ديال الكيران، هادو كيتسموا سائقين مهنيين عندهم البطاقه ديال النقل المهني او ديال سائق مهني. كاينين بالنسبه للشوافر الاخرين العاديين فيهم ثلاثه حتى هما. دونك كاين الشيفور اللي هو عادي، انسان عادي شاب عادي، دونك مازال ما وصل 60 عام. كاين انسان اللي وصل 60 عام ولا فايتها، دونك هذا نقول بانه مسن. وكاين انسان اللي هو سواء كان شاب او لا كان مسن كيلبس النظر، دونك عنده اصلا هو مشكل ديال العينين. دونك ربعه ديال الناس اللي كاينين علاقتهم بهذا الموضوع هذا. دونك لان كل واحد غندوي عليه فيما يخص هذا الموضوع ديال الفحص التقني او لا فيزيت ديال العينين. اذا نبداو بالكاتيجوري الاولى باش نفهموا مزيان، الله يرضي عليكم، باش ننظموا هذا الفيديو. دونك بالنسبه للكاتيجوري الاولى اللي هو السائق المهني. بالنسبه للسائق المهني فالقانون ديال لا فيزيت ديال العينين فهو واضح، وهنايا ما غنتعطلش فيه لان الغالبيه ديال المتابعين ديال القناه من طبيعه الحال ما يكونوش من هذه الكاتيجوري هذه وهما عارفين القانون. السائق المهني كما بغى يكون العمر ديالو وكما بغى يكون يعني النسبه ديال الشوف ديالو واش مزيانه ولا مزياناش، واش كيلبس النظاظر ولا ما كيلبسش النظاظر، فاوبليجي ضروري اجباري عليه انه يبقى يدير الفحص الطبي ديال العينين كل سنتين. وهذا الفحص الطبي غتعطاه واحد الشهاده طبيه من طبيعه الحال غيبقى يديرها معاه في الوريقات. دونك هذا بالنسبه للسائق المهني، كما بغى يكون العمر ديالو، كما بغى يكون يعني سميتو ديال الشوف ديالو، ضروري انه كيدير هاد لافيزيت ديال العينين كل سنتين، اقول كل سنتين، وكيخليها مع الوراق ديالو. بالاضافه لهذه اللي كيدوز كل عامين، كاينه واحد لافيزيت اخرى كيديرها كل 10 سنين اللي هي كتعلق بالتجديد ديال الرخصه ديال السياقه، لان البيرمي دونك عنده في مده الصلاحيه ديالو 10 سنوات. دونك فيما كنبغيو نجددوا البيرمي الا وكيكون ضروري اننا نجيب واحد الفيزيت ديال العينين. دونك هذا بالنسبه للسائق المهني فالقانون واضح. دونك عنده كل واحد لافيزيت كل عامين وواحد لافيزيت كل 10 سنين اثناء التجديد، لانه غتكون مطلوبه في الوريقات ديال التجديد ديال رخصه السياقه. بالنسبه دابا للاشخاص العاديين اللي ماشي ما كيندرجوش ضمن الخانه ديال السائق المهني، هما نبداو بالخانه الاولى. بالنسبه لواحد الانسان العمر ديالو عادي، اللي نقول واحد الشاب ما كيعاني من حتى شي مشكل ديال النظر، دونك في هذه الحاله هذه فالقانون بسيط جدا. هذا الشخص هذا غير مجبر بانه تكون عنده حتى شي ورقه او شهاده طبيه ديال الفحص الطبي ديال العينين. الحاجه الوحيده او الوقيته الوحيده اللي هو مجبر انه يمشي عند الطبيب يجيب واحد الشهاده ديال الفحص الطبي ديال العينين، هو في الوقيته فاش غيبغي يجدد البيرمي ديالو. يعني ملي كتسالي مده الصلاحيه ديال البيرمي ديال 10 سنوات، في هذه الحاله ملي كيبغي يمشي يجدد البيرمي ديالو
بين الورق اللي كيطلبوا ليه هو الفحص الطبي ديال العينين. دونك في هذه الحالة هذه فأصلا ما غيشدش البيرمي ديالو إلا ما جابش هاد لا فيزيت. أما هو واش هو مجبر باش يخلي عنده شي ورقة باش يبقى يدلي بها أثناء المراقبة في الطرقات، فهذا غير يعني غير موجود بتاتا في القانون المغربي. دونك هذا الأمر هذا باش نتفقوا عليه. أنا كندوي هنايا على شخص اللي هو شاب، يعني العمر ديالو أقل من 60 عام وما كيعاني من حتى شي مشكل، يعني ما عندوش أصلا مشكل في الشوف. يعني إلا بغينا نقولوا هذه التصويرة اللي كاينة في البريم ما فيهاش النظر، يعني ما عندوش شي مشكل في الشوف. دونك في هذه الحالة هذه غير مجبر بتاتا بأنه يهز معاه شي ورقة. بالنسبة للكاتيجوري الثانية إخواني الكرام، هما الناس اللي هما متقدمين في العمر شيئا ما. وهنايا اسمحوا لي نصحح واحد المعلومة كنت قلتها في الفيديو في الأول، كيتعلق الأمر ب60 سنة. لا، أعتقد بأنه كيتعلق الأمر ب65 سنة. دونك كنصحح المعلومة ديال 60 سنة. دونك من ابتداء من 65 سنة كيولي الشخص مجبر أنه يدوز لا فيزيت ديال العينين كل سنتين، بحال السائق المهني. دونك في هذه الحالة هذه حتى هو مجبر أنه يخلي عنده الورقة ديال الفحص الطبي ديال العينين، يخلي عنده بين الورقات ديالو باش يبقى يعطيها يدلي بها أثناء يعني المراقبة الطرقية. وكونوا متأكدين واحد القضية أنه غالبا ماشي كلشي كيطلبها، وإنما ملي كيكون الإنسان باينة فيه العمر بزاف الدركي أو الشرطي كيطلبها. ومن طبيعة الحال هذا الأمر الفلسفة ديال المشرع فيه أنه الإنسان مع التقدم ديالو في العمر يعني كيكون يعني كيبدا كيفقد يعني لسوء الحظ الحواس ديالو من بينهم النظر. دونك دائما خص يعني القانون يتأكد من أن هذا الشخص هذا عنده الحد الأدنى المسموح به ديال السياقة، لأنه ماشي كاع الأشخاص مسموح لهم بالسياقة. أعتقد بأنه 6/10 هي الحد. إلا كان شي واحد متأكد مزيان من هذه المعلومة يعني أكدها ليا، إلا كانت خطأ يصححها ليا. دونك 6/10 لتحت راه ميمكنش الإنسان يسوق في الطريق، لأنه كيشكل خطر عليه أولا وعلى السلامة ديال الأشخاص الآخرين. دونك هذا هو الدور ديال يعني هذه الشهادة الطبية اللي هي عبارة عن فحص طبي اللي كتأكد بأن هذا الشخص هذا عنده يعني الحد الأدنى المسموح به أو لا أكثر. ممكن تبقى له 10/10 بالنسبة للإنسان إلا كان بصحة جيدة، اللي كتمكنه أنه يدخل الطرقات ويسوق فيهم بلا ما يشكل خطورة على راسه هو والراكبين معاه وعلى الناس الآخرين اللي كيستعملوا الطريق. بالنسبة للأشخاص دابا اللي هما يعني شباب ولكن عندهم المشكل ديال الشوف، إذن عندهم أقل من 10/10، هاد الأشخاص أصلا عندهم واحد الكود في البيرمي اللي كيفيد بهذا الأمر هذا، لأنه في الشهادة أولا في الفحص الطبي الأول اللي يدوزوه الطبيب كيأكد بأنهم ضروري أنهم كيستعملوا النظر أو العدسات اللاصقة، يعني عندهم مشكل ديال الشوف. دونك هاد الأشخاص هادو بالنسبة لواش هما مطالبين باش يهزو معاهم شي ورقة ديال الفحص الطبي، فهما غير مطالبين بتاتا حسب القانون. وإنما الحاجة الممكن أنه يأخذوا عليها الدركي يسجلوا عليها مخالفة هو أنهم واش لابسين النظر في ديك الحالة ديال السياقة ولا لا. لأنه طالما أنه عنده في البريم بأنه كيعاني من صعوبات في النظر، وأن هاد الصعوبات يعني من طبيعة الحال ضروري أنه يلبس عليها النظر أو العدسات باش يصحح النظر ديالو. ففي هذيك الحالة ملي كيكون يعني كتكون المراقبة ديال الدرك أولا ديال الشرطة في الطرقات ضروري أنه كيكون كيسوق بالنظر ديالو. دونك إلا ما كانش كيسوق في هذه الحالة هذه راه كاينة مخالفة ديال هذا الأمر هذا. دونك هادو هما المعلومات يعني اللي كتعلق بهذا الأمر هذا. كنتمنى أنه الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى فيديو آخر إن شاء الله.